يا مساء الورد، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل بشاميل بس بطريقه حلوه وجديده ومختلفه. هنعملها بقى بس بالفراخ مش باللحمه. لو جربتها بالفراخ عمرك ما هتعملوها باللحمه تاني. اول حاجه معايا معلقه سمنه كبيره، هنزل عليها ببصلتين او 3 حسب ما انتوا بتحبوا كميه البصل، لحد ما البصل ياخد معايا لون كده. بعد كده هنزل عليه بطماطميه واحده بس مضروبه في الخلاط او في الكبه. هنقلبهم مع بعض كويس ونسيبهم ثواني بسيطه خالص مع بعض، بحيث هما الاتنين ياخدوا لون وياخدوا من طعم السمنه وياخدوا من طعم بعض. تمام كده. معايا بقى معلقه من معجون صلصه طماطم، معلقه واحده. هنقلبهم حلو خالص مع بعض كده. بعد كده معايا صدور او وراك او صدور ووراك فراخ متقطعه مربعات صغيره زي ما انتوا شايفين كده. هنصفيهم بقى من الميه وننزلهم على الطماطم والبصل بتاعنا. نقلب بقى كل الكلام الحلو ده مع بعضه. ونغطي بقى عليهم ونسيب الفراخ عشان تنزل ميتها وتستوي بالميه بتاعتها. سبتها تقريبا ربع ساعه ولا تلت ساعه لحد ما نزلت الميه واستوت. هظبط بقى التوابل. معايا ملح، فلفل اسود، كزبره ناشفه، 7 بهارات لان انا بحبها جدا 7 بهارات. والبطل معايا بقى النهارده الزعتر. الزعتر بيودي البشاميل في حته تانية خالص بجد. انا حاطاه في كل حاجه اصلا. هفركه كده كويس خالص وانزله كده على الفراخ القمر دي بتاعتنا. طبعا مش محتاج اقول لكم ان احنا محتاجنا ملح او فلفل او اي توابل، بنزود براحتنا. نقلب بقى العظمه اللي في ايدينا دي ونشم الريحه كويس خالص. بجد من احلى البشاميل اللي بعملها في حياتي. انا طبعا كنت بعملها باللحمه على طول، بس في مره ما كانش عندي لحمه ونفسي في البشاميل، فالصراحه رحت قلت ايه هعملها بالفراخ. طعمها بجد ما بقتش اعمل غيرها، خلاص اعتمدتها يا جماعه. المكرونه بقى طريقتها سهله خالص. ميه مغليه نحط عليها معلقه ملح كبيره وفركه زعتر محترمه كده و300 جرام مكرونه. هنسيبها تتسلق من 8 ل 10 دقايق مش اكتر عشان هتكمل معانا شويه في الفرن. بس مكرونتنا زي الفل. نيجي بقى للبشاميل. انا بحب البشاميل يبقى خفيف وكتير كتير كتير. معايا تقريبا 4 معالق كبار من السمنه على زيت. ممكن تستخدمي زيت بس او سمنه بس او زبده براحتك خالص. هنقلبهم لحد ما يسيحوا معانا كده، وانزل عليهم ب4 معالق كبار دقيق. لو حسيت بعد كده ان هو خفيف ممكن ازود دقيق براحتي. تمام كده بقى. نقلبهم مع بعض ونقلب بسرعه عشان ما يكلكعش معانا. انا بصراحه بحب اعمل بشاميل ده في البيت، ما بحبش اجيب اللي هو الكيس الجاهز واعمله. انا بحب اعمله كده. يعني عمري ما جبت الكيس الجاهز ده صراحه يعني. هنا بقى احتجت دقيق فزودت بقى معلقه كمان. اول بقى ما اللون يوصل معايا للبيج الخفيف واشم ريحه الدقيق هنزل باللبن. انا استعملت في البشاميل ده لتر لبن كامل، بس بنزله بالتدريج. انت ممكن تنزلي مره واحده وتقلبي براحتك، بس انا متعوده على الطريقه دي وبحبها. تمام. هقلب لحد ما يتماسك كويس خالص كده مع بعضه. بصوا هيمسك نفسه خالص. هنزل بقى باللبن حبه حبه، شويه لبن كده واقوم مقلبه واضرب المضرب كده عشان انزل كل الدقيق اللي جوه ده. هفضل بقى ازود لبن واقلب لحد ما يوصل القوام اللي انا عايزاه. ده القوام اللي انا وصلت له، بس حسيته تقيل شويه وانا بحبه خفيف فزودت بقى من ميه سلق المكرونه. تمام كده. هقلب وكل الشغل اللي انا شغلاه ده على نار واطيه خالص. في الاول بتبقى نار عاليه، بمجرد ما بنزل باللبن بوطي بقى النار وكله شغال على نار واطيه لحد ما اوصل للقوام بتاعي بطفي النار خالص. انا كده زي الفل. في المرحله دي طفيت النار. هنزل بقى بمكعب مرقه، وده اختياري، ممكن ما تحطيش مرقه لو مش عاوزه، بس هو صراحه حلو بيعلي التست معايا كويس خالص. هنقلب بقى عشان ندوب المرقه بتاعتنا. بعد كده قبل ما نزود الملح هنحط جبنه رومي. انا خدت نص الكميه اللي معايا هحطها على البشاميل. مش محتاجه طبعا اقول لكم الجبنه الرومي هتعمل ايه في طعم البشاميل. هنزود بقى ملح، فلفل اسود، ورشه من ال7 بهارات، وفركه الزعتر المحترمه بتاعتنا. نفركه كويس كده وننزله على البشاميل على طول. زي الفل كده. مش محتاجين حاجه تاني. هنقلب بقى كل الحلويات دي كده مع بعض.
ولحد هنا زي الفل اكتملت مراحل القمر. نيجي بقى مرحله الرص، ودي براحتنا خالص، عاوزين نحط طبقات نحط، عاوزين نحط كله على بعضه زي ما انا هعمل كده. انا جبت المكرونه، رحت حاطه عليها كل الفراخ بقى، تعصيجة الفراخ اللي انا عاملاها، عليها كبشين 3 كده بشاميل من الكريم القمر بتاعنا ده. بس زي الفل كده. نقلب بقى كل الحلاوه دي مع بعض. لحد كده زي الفل. نجيب بقى البايركس بتاعنا او الصينيه او اي حاجه احنا هنعمل فيها البشاميل بتاعتنا، ونحط طبقه من البشاميل خفيفه من تحت كده عشان حاجه ما تلزقش معانا، في نفس الوقت تبقى جوسي، ومن فوق بشاميل وتحت بشاميل، ويوه ليله. ننزل بقى بالمكرونه بتاعتنا الجميله دي، نفردها حلو خالص كده بالسباتيولا بتاعتنا، نسويها كده كويس عشان كل المكرونه تبقى مسويه بعض. ننزل بقى بالبشاميل اللي بتاعنا، الصراحه كبش كبش كده احنا مش هنخلص، بالحله بقى كده واديها. نوزع كميه البشاميل كلها على الوش كده ونسويه كله عشان تبقى جوسي لوسي جميله جدا يا جماعه. ايوه نسويها كده عشان نغرق كل المكرونه في الصوص ده، احنا عايزينها تبقى غرقانه. التركه الحلوه بقى اللي تديها طعم ومزازه احلى، انك تجيبي قشره وش اللبن وتحطيها على الوش كده، نوزعها على قد ما نقدر، بتودي طعمها في حته تانية خالص. جبنه الرومي اللي اتبقت معايا بقى على الوش كده عشان نروق على نفسنا يا جماعه. جبنه الرومي كده تسيح يا جماعه وتسيح قلوبنا معاها بقى، تنزل على قلوبنا كده تسيح، تحفه. حتى القشطه دلعتها، كل حته قشطه حطيت عليها حته جبنه رومي. شايفين العظمه؟ مفيش احلى ولا اطعم من كده. طبعا مش هننسى الزعتر، في فركه زعتر محترمه كده تقوم مرشوشه على الوش عشان تروق على البشاميل بتاعنا اكتر ما هو رايق. شايفين شكلها عامل ازاي؟ لوحه فنيه بامانه. احلى بشاميل اللي ممكن تاكلوها في حياتكم، طعامه لذاذه ومزازه وجوسي جوسي جوسي. هندخلها فرن سخن درجه حراره 180 من ربع لتلت ساعه، يدوب بس الجبنه والقشطه كده يسيحوا مع بعض. بقبقي يا حبيبتي بقبقي. طبعا بصوا مرحله البقبقه دي لازم كده نشوفها كده بتبقبق كده وبتسيح. بصوا شكلها عامل ازاي بعد ما خرجت من الفرن. شايفين الجبنه الرومي عامله ازاي ولا اللون؟ يا لهوي كمان على الريحه والطعم. انا هنا قطعتها اول ما طلعت، يا دوبك بس ارتاحت، ما كملتش 5 دقايق بس كده تهدى شويه وقطعت. انا بحب اكلها سخن بصراحه، لو ما اتلسعتش كده ما بقاش كلت مكرونه ولا مزاجي يرتاح. ممكن تسيبيها بقى ترتاح نص ساعه براحتك خالص عشان تقطعيها. يا لهوي ازاي انا اسيب المشهد ده؟ ازاي يعني تفوت عليا كده واكلها هنا جامده في نفسها؟ لا أنا لازم اكلها سايحه كده. يا ريت بجد تجربوها وتقولوا رايكم، وتقولوا لي طعمها بالفراخ احلى ولا باللحمه. والف انا وشفا مقدما. يلا باي بقى، اسيبكم مع العظمه دي.